لما تكون معظم التعليقات اللي طالعه تهاجم على فيديو حفل الاهرامات اللي انا اتكلمت عنها، وان انا بقول انها المفروض حفلات زي كده ما تتعملش في مصر لان هي حفلات ليها اغراض خبيثه، بتكون معظم التعليقات بتكتب بالطريقه دي اصلا. انتوا بتكتبوا بطريقه فرانكو، لا هي عربي ولا هي انجليش، انتوا عاملين تكتبوا بطريقه مشوهه. هو ده بيدل على الوعي بتاعكم للاسف. عندكم هويه. طبيعي ان درجه وعيكم مش هتبقى مدركه اصلا للموضوع. اولا، واللي بيتهموني بالجهل احب اقول لكم بس ان السنه اللي فاتت في نفس التوقيت اتلغت حفله كانت تعمل برضو لترافيس سكوت، وكانت فيها طقوس شيطانيه واحنا كلنا حذرنا، ولولا كلامنا عن الموضوع ده الحفله كانت اتعملت. شوف الحفله دي لما اتعملت في ايطاليا حصل ايه ساعتها. كان هيحصل بقى في مصر كان اسوأ بكتير. تحب اقول لكم بقى ان كان في حفله هتتعمل لكاني ويست الشهر ده عند هرم سقاره والحفله اتلغت. لو انتوا ما تعرفوش الحفلات دي بيكون فيها ايه، فارجو ان انتوا تكونوا بس عندكم شويه وعي او شويه اطلاع، عشان شكل فعلا الجهل مستشري فيكم انتم. وكلامي موجه للناس اللي كتبت تعليقات في منتهى السخافه في منتهى الجهل فعلا. ما يعرفش ان في حاجه اسمها المخدرات الرقميه او ان الموسيقى فيها نوع من انواع الادمان. لا انتوا بقى لازم تعرفوا تقروا عن الموضوع ده، وبعض انواع الموسيقى بتستخدم للسيطره على الوعي. لو انتوا بس يعني كلفتوا نفسكم وقريتوا شويه عن اضرار الموسيقى الرقميه، انا بتكلم عن انواع معينه من الموسيقى وهي دي اللي بيستخدموها في حفلاتهم، هو ده اللي انا بتكلم عنه. ليها تاثير زي تاثير المخدرات بالظبط، بتاثر على الجهاز العصبي للانسان، بتخلي الانسان في حاله تغييب، ينفع السيطره عليك بقى بعد كده في اي حاجه. هو ده اللي بيدل عليه الكومنتات اللي من النوعيه دي. انتوا ما عندكوش اي وعي باللي بيجرى حوالينا، فانا انصحكم ان انتوا تشوفوا فيلم اللي هو بيت جود ده اللي موجود على اليوتيوب بقاله 10 سنين او اكتر. والفيلم ده بيشرح المخطط بالظبط عامل ايه. جود ده بيمثل القطيع، بيمثل القطيع اللي هم منقادين بدون اي وعي وبدون اي اراده، هم ده اللي بيعملوه دلوقتي. بيعملوه بطرق كتيره جدا من ضمنها الموسيقى. الموسيقى اللي بيستخدموا فيها ذبذبات معينه للسيطره على وعي الانسان. حفله زي كده مش دي اللي هتشجع السياحه لمصر، ولا دي اللي هتجيب فلوس لمصر، وفلوس هتغور. حضارة مصر أرقى وأعظم وأنقى من إن هي يتم فيها حفلات بالشكل ده. إحنا ممكن نعمل دعاية للسياحة بطرق كتيرة جدا. ممكن نجيب يوتيوبرز أو بلوجرز مشهورين محترمين يعملوا دعاية لمصر عن السياحة عندنا. لكن إحنا في غنى تماما عن أي حفلات مشبوهة بالشكل ده. خصوصا إن إحنا بنبقى عارفين التنظيمات الخبيثة اللي بتبقى وراها حفلات زي كده. الحفلة دي كانت هتكون مقدمة لسلسلة حفلات تانية هتتم بعد كده. دي بس البداية. يقولوا لي اخرجي من مصر لو انت مش عاجبك الوضع. لا انا ما اخرجش من بلدي. انا ما اخرجش من بلدي ابدا واسيبها. انا احافظ على بلدي واوعي الناس، والحفلات دي هي اللي ما تتعملش في مصر.